على فكرة لما بنطلع نتكلم في فيديوهات أي حد، أنا وغيري، يعني ما بيبقاش كلام كده بنضرب كلام في الهواء، يعني لازم كلام وراه هدف. أما الأستاذة ياسمين عز، والحقيقة الأستاذة دي يعني عشان أنا اتعودت أحترم غيري، ولكن لما أجي أقارن ياسمين عز برضوى الشربيني، فرق كبير بين الاتنين. رضوى الشربيني مش ترند قدام ياسمين عز على فكرة خالص. رضوى الشربيني طالعة بتدافع عن حقوق المرأة في وقت الست فعلا كانت محتاجة حد يسندها ويفهمها الكلام ده. والأستاذة ياسمين عز بقى طالعة تعمل ترند، باسطة كل الرجالة، والله احنا مبسوطين لكم جدا ان انتم مبسوطين وكل حاجة. بس الحقيقة انا عايزة اكلمها واقول لها من فضلك، يعني لما تقولي كلام خلي كلامك موزون، خلي كلامك هدفه ايه. سألتي نفسك هدفه ايه؟ يعني هو هدفك بس في الحياة احنا بنطلع نقول كلام للكلام بلا معنى بلا هدف؟ هدفك ترند؟ هدفك ان الرجالة كلها تقول والله هي يا الست اللي بتفهم هي دي؟ مش هي دي الست اللي بتفهم. انتي لو ربنا رزقك بكرة بنت، كلامك ده والله يدينك. يعني لو بنتك سمعته هيدينك. ايه الفكرة في اني افرد فساتيني لجوزي يمشي عليها؟ وايه الفكرة او الجوزي ما الجرس الباب يرن ارمي اللي في ايدي؟ يعني كنتي في اي عصر عايزة تعيشي؟ ولو انتي دي يعني الحاجات اللي بتحبيها وعايزة تعيشي في الوقت ده، بقية الستات مش مطالبة انها تسمع كلامك ده. يعني ولو انتي بتوجهي كلامك للرجال، خلاص ما تكلميش الستات لو سمحتي، مش عايزين منك هما النصايح دي خالص. يعني اهتمي بس بانك تقولي للرجالة الستات اللي انتوا عايزينها انا شايفة انها المفروض تعمل كذا وكذا. بلاش تبدأي حواراتك للستات اعملوا، او الست المفروض تعمل. يعني أعتقد إن الغالبية العظمى من الستات فيديوهاتك، حتى البنات الصغيرة، يعني فيديوهاتك بقت يعني مش هقول حاجة تاني. يعني أتمنى 5 دقايق تفكير، بس أتمنى تتفرجي على فيديوهاتك كده وانتي بتشربي كوباية شاي كده ومتخيلة ان ليكي بنوتة قاعدة جنبك، وتشوفي هتشوفي نفسك ازاي. يمكن ربنا يعني ان شاء الله يلهمك حاجة، يعني يعني تريحينا وتريحي الناس كلها بيها ان شاء الله يعني. بس